شاء الله هنروح مع بعضنا نجرب الاكلات الفلبينيه. طبعا انا ما جربتهاش قبل كده او ما اكلتهاش قبل كده، بس ان شاء الله دي تكون اول مره. ممكن اكون كلت الاكلات الهنديه قبل كده بس ما اكلتش الاكلات الفلبينيه بصفه عامه، فهنجربها مع بعضنا وان شاء الله تكون تجربه كويسه. يلا نشوف الفيديو مع بعض. وفي الحقيقه اللي انت تكون موجود في الكويت فهتلاقي الجنسيات مختلفه عن بعضها موجوده في اماكن مختلفه، بمعنى ان لو انت الفلبينيين هتلاقيهم موجودين بالاكتر قوي في السلميه، وبالاخص من ناحيه سوق السلميه القديم. طبعا انا صورت معاكم قبل كده فيديوهات من سوق السلميه القديم، بس ما قلتش المعلومه دي ان هم كلهم موجودين في سوق السلميه. طبعا مش عارف ليه او متقسمه كده ليه، بس هي متقسمه كده مش عارف يعني ايه السبب. تلاقي الفلبينيين مثلا الجنسيه الفلبينيين كلهم عامه موجودين في سوق السلميه او في السلميه. تلاقي مثلا بنجلاديش او دوله عليهم بنجاله موجودين مثلا في مكان اسمه جليب الشويخ. طبعا احنا كمصريين بتلاقينا في مكان تاني، تلاقينا اكتر الاعداد مننا موجودين في منطقه اسمها خطان، ان احنا بنحب نكون منعزلين شويه. طبعا الفلبينيين بيحبوا الزيطه وبيحبوا الاماكن يكون جنبهم اماكن يصرفوا فيها فلوسهم وكده، فهم حابين السلميه بصفه عامه ان جوها اصلا جوها تكون درجه الحراره بتكون اقل شويه، قريبه من البحر شويه، فهم بيحبوا المكان ده. فدي معلومه حبيت اقولها لكم. ويلا عشان ما نطولش مع بعضنا نجرب الاكله الفلبينيه. بالنسبه سوق السلميه مش مخصوص للفلبينيين بس، لا طبعا بيكون في جنسيات كتيره مختلفه، بس هو اكتر الناس بيكونوا موجودين فيه بيكونوا الفلبينيين. طبعا اغلبيه الناس بتكون موجوده هنا يوم الخميس والجمعه، ان المكان عامه عامل زي ما يكون كده مكان ترفيهي، وفي حاجات مناظر كويسه وحاجات كويسه، وفي محلات كتير تجاريه. الناس بتقعد هنا تشتري مثلا اي حاجه من الاسواق اللي هنا. الاسواق اللي هنا بتكون دايما عامله عروض كويسه. فسوق السلميه القديم بيكون في حاجات كتيره حلوه بتخلي الناس تشد الناس ان هي تيجي هنا يوم خميس ويوم جمعه، ان هو بيكون يوم اجازه من الدوامات وكده، فالناس بتفضل ان هي تيجي في سوق السلميه. ان طبعا زي ما انتم شايفين حاليا كده بتلاقي حاجات كويسه ان انت ممكن تستمتع بيها، بتلاقي مطاعم كتيره، في محلات تجاريه كتير، في حاجات كتيره تخلي الناس ان هي تقدر ان هي تيجي تغير اليوم اللي هي الاجازه بتاعها في سوق السلميه. زي ما قلت لكم انا في الحقيقه انا ما اكلتش اكلات فلبينيه قبل كده، بس انا جبت المنيو، بس انا طبعا مش عارف الاكلات في المنيو ايه، فهنعرفها مع بعضينا. طبعا احنا لو قعدنا نقرا برده مش هنعرف، اللي احنا على قدينا برده، احنا بنتكلم عربي بالعافيه. فهنشوف الاكلات شكلها. الفراخ طبعا احنا عارفينها من شكلها ده الطبيعي، انما في اكلات تانية احنا مش عارفينها، فهنطلب حاجه كده عشوائي ونشوفها هتكون هي ايه بالظبط. بس اكيد يعني هنشوف الحاجات قدامنا مع الناس قاعده تاكل هنا، انا مش عارفها بصراحه. طبعا بالمناسبه الاكلات بالنسبه للنظافه هي نظيفه 100%، دي حاجه ما تقلقش منها. يعني اكيد النظافه دي احنا عارفينها هنا في الكويت، واي حد في دول الخليج عارف ان الفلبينيين نضاف جدا في الاكلات، فاكيد النظافه ما تقلقش منها كتير. بس حاجه الاكل احنا نقدر ناكله ولا مش هنقدر ناكله، ان طبعا في حاجات مختلفه عن اكلاتنا، فهنشوف مع بعضين. وجبات كتيرة جدا، في وجبة ب3 دينار، في وجبة 2 دينار ونص، في وجبة 3 دينار، في وجبة 2 دينار ونص، في وجبة دينار 750، في وجبة دينار ونص. الوجبات دي ايه انا مش عارف بصراحة. في وجبة 750، في وجبة 3 دينار ونص، دي اغلى حاجة في المنيو اللي هي 3 دينار ونص. طبعا في اقل من كده، في دينار وربع، في 750، في حاجات في دينار 600. انا مش عارف الاكلات دي ايه هي، بس هنعرفها مع بعضين. هذا شو اسمه؟ This one, tok neneng, lumpia, وات egg, chicken, نيم lumpia. Also lumpia, same. سيم Yes. يا Tokwa, chicken barbecue. اوكي. وكده ان شاء الله انا كنت قايم عشان اشوف نفسي انا هطلب ايه. بس بصراحه الفلبينيين عندهم حاجه كده، عندهم النظام، بيحبوا النظام جدا في كل شيء. وعايز اقول لك كمان معلومه عن الفلبينيين، الفلبين كلهم ستايل واحد وطول واحد، ما فيهمش حد طويل، كلهم نفس المقاس، يعني اطوالهم معروفه. وكده طبعا كانت خدت من الاوردر، وطبعا هتجيب لي الطلب دلوقتي. الطلب اللي انا طلبت الحاجه الوحيده اللي انا كنت عارفها في الاكل اللي انا طلبته ده كله، اللي هي التشيكن معمول عامل زي الشيش طاووق كده، ومحطوط عليه سوسات، وكلهم الاكل بتاعهم سبايسي. ده الشيش طاووق اللي انا عرفت في الموضوع ده كله، بس سبايسي شويه، بس كويس يعني مقبول، يعني مش وحش. ده بقى الحاجه اللي انا كنت مصدوم فيها جدا وما كنتش عارف اكله ايه هو،
وما كنتش عارف طعمه عامل ازاي عامه، يعني طعمه غريب جدا وما عرفتهوش لحد ما خلصت اكل انا مش عارف ده ايه. وطبعا ده بقى شوربه معموله مع بقدونس مع بصل مع توم مع كل حاجه كده ومغليه، هما بيحطوها للناس بيقدموها للناس زي مشروب مع الاكل كده، بدل ما يقدموه له في طلب بيقدموه للناس في كوبايه كده. هما طبعا كده الحاجه دي اللي انا عمال اكل فيها برضو بحاول استطعمها، انا ما كنتش عارفها معموله من ايه، يعني طعمها غريب جدا، ولو قعدت تاكل فيها ساعه برضو انت مش هتعرفها معموله من ايه. طبعا انا قلت بقى اشوف جواها ايه، ممكن يكون جواها حاجه انا اكون عارفها. بصراحه لحد ما خلصت الاكل ما عرفتهاش دي ايه بالظبط او معموله من ايه. دي بقى الحاجه اللي انا عرفتها او استطعمتها لقيتها حلوه جدا تتاكل، يعني مقبوله. عامله زي البيتزا كده ومحشيه من جوه بحاجات مختلفه كده، فمخليه طعمها كويس، يعني حاجه تتاكل يعني ممكن تحس ان انت تكون عارفها شويه. طبعا الشيش طاووق هو الحاجه الوحيده اللي انا كلته وخلصته، ده اللي انا كنت ده طعمه وعارفه طبعا. طعمه كان كويس وحبيته يعني، انما التانية ديت بصراحة انا ما عرفتهاش ايه هي. انا بدأت اكل على اساس ان الطلب بتاعي كده خلص، بس لقيتهم كل شوية بيجيبوا لي حاجة تانية، انا افكر الطلب كده خلاص تمام مفيش حاجة تانية، لقيتهم كل شوية بيجيبوا لي سوسات تانية، حاجات اضافية طبعا على الاكل مش محسوبة في الاوردر. ده سوس طبعا سبايسي بيتحط على البتاع المدورة ديت، هو معمول البتاع ديت يعني بيتعمل به هنا بس ما بيتعملوش في اي اكل تاني يعني. فالسوسات بتاعتهم كويسه، يعني هم عاملينها سبايسي جدا، يعني هم بيحبوا الاكلات السبايسي، في اي حاجه بياكلوها بتكون سبايسي. ده المفروض ان انا كنت بقول لكم ان انا هقول لكم على تقييمي في الاكل بعد ما اخلص، وطبعا المايك عملها فيا ما كانش شغال، بس بصراحه الاكل بتاعهم كيوت جدا وما ينفعش معانا احنا كتير، يعني اكل كيوت وحاجات قليله كده تنفع معاهم هم، بس للاسف ما تنفعش معانا. فلو انت وصلت معايا لحد دلوقتي كده اتمنى تكون استمتعت بالفيديو، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات كتيره هتعجبكم جدا الفتره الجايه. اشوفكم على خير. وطبعا دي بقى رياضة بيلعبوها هنا الفلبينيين والهنود بيلعبوها كتير جدا، وبعض العرب طبعا بيعرفوها بدأوا يعرفوها شوية، وطبعا عندنا في مصر بيلعبوها بس مش كتير، بس هي رياضة معروفة جدا هنا وهم أكتر ناس بيلعبوها وبيحبوها. طبعا المكان في سوق السلمية زي ما انتم شايفينه كده حاجة روعة، حاجة يعني حاجة جميلة كده، تعرف تقضي يومك كده على خير انت واسرتك، مكان جميل جدا. لو انت ما رحتش سوق السلمية فروح وهتستمتع جدا باليوم بتاعك وبيوم اجازتك. اشوفكم على خير.